السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ كويزين نعمة. اليوم راح نقدم معكم وصفة سهلة وبنينة وتقدري ديريها كوم دوزيام بلا. وحاجة المليحة فيها ديريها غير في المقلاة وتجي خفيفة وبنينة وتوجديها في وقفة، لأنه كاين بزاف عباد يحبوا الوصفات السهلة اللي توجد في كسرونة ولا في مقلة ما كان له تستعملي الفرن. اذا حبيباتي باش نديروا هذه الوصفه عندي لي زيبيس، عندي شويه توابل خاصه بالدجاج، شويه فلفل كحل، شويه زنجبيل، ثم ريحان، ملح، فلفل احمر، وشويه زيت. ولهنا التوابل نستعملوا حسب الكميه، كل ما درتي كميه كبيره تزيدي في التوابل تاعك. انا درت فيهم مغرفه صغيره. نخلط هذوك التوابل كامل في هذيك الزيت باش لي زيبيس هذوك يتحلوا لي في الزيت. ولهنا عندي كميه تاع سكالوب، لهنا تاني كل وحده تستعمل حسب عدد افراد الاسره تاعها. ندخل كامل هذا لا مارينات في هذا السكالوب ونخليه واحد نص ساعه حتى تتشرب لي مليح والسكالوب تاعي يتنكه لي بهذيك الريحه تاع التوابل. وجهه واحده اخرى نرفد مقله، ندير مغرفه تاع مارغرين وندير السكالوب تاعي يتقلى، نديرو فوق النار ونديرو على نار خفيفه وساعه نحركو هكذا حتى نشوفو كامل طابلي هذاك سكالوب. كي تبلي هذاك سكالوب نحيه من المقله، وهذاك الزيت اللي بقالي ندير فيه حبه بصل متوسطه وزوج سنين تاع ثوم، نقليه في هذاك الزيت اللي قليت فيه سكالوب باش يعطي لي هذيك البنه تاعو. كي نشوف البصل تاعي بدا ذاب نمرق له، ندير له شويه ماء، ما نديرش حاجه كبيره. انا ما درتش كونتيتي كبيره. ولهنا حبيباتي عندي شويه زيتون افيلي، هذا الزيتون كنت غليته زوج خطرات في الماء، نغليه الخطره الاولى نزيد نبدل الماء نعاود نغليه الخطره الزوجه. نرد هذاك سكالوب المقله تاعي يكمل كل شيء هاو طيب، الزيتون طيب، سكالوب طيب. نردو لهذيك المقله واحد 15 دقيقه. نرفد هذه عندي هاد لابواط تاع كريم فريش، نزيدها لاصوص تاعي ونغطي عليها، نقص للنار ونخليها واحد 10 دقائق ومن بعد نطفي عليها. اذا حبيباتي بعد ما جازوا 10 دقائق شوفوا لاصوص تاعي كيفاش جات خاطره وثقيله شويه، ما لازمش تجي سايحه. وجهه واحده اخرى البنات انا كنت قليت حبيبه بطاطا، درت شويه فريت باش نرفقها مع هذا الطبق باش نقدموه. نحيت سكالوب كامل ونزيد له هذاك الزيتون. على كل حال كل وحده تقدم بالطريقه تاعها. صدقوني هذا الطبق هايل خفيف وبنين وتقدري تحضريه في وقت قصير. نتمنى ينال اعجابكم وتجربوه وتنجحوا فيه، خصوصا للمبتدئات. وما تنسونيش بلايك وتعليق شباب كيفكم. ونشكر متتبعاتي اللي راهم يدعموا فيا، واللي التحقوا جدد نقولكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. ان شاء الله تدعمونا باش هكذا نعطيو الافضل، لان تعليقاتكم المحفزه تشجعني باش نعطي الافضل
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.